بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هيكون معانا طريقه تاسيس لسور فيلا. هنشوف وحده الاضاءه وطريقه تكوينها على السور وطريقه التقسيم بتاعتها هتكون عامله ازاي. يلا بينا. زي ما انتم شايفين دوت المدخل بتاع الجنينه اهوت اهو. هنا احنا هنحط فانوس على الكتف دهوت اللي هو الممر بتاع الباب، وهنا فانوس تاني. هنا هيتحط نظام ابليك زي ما انتوا شايفين، هيتحط في كل جنب هنا اهوت فانوس. احنا هنا ضايفين برايز، هنا ده بواط التجميع، هنا باريزة تانية. الكتف ده هيكون فيه برضو فانوس زي ما انتوا شايفين اهو. هنا فيه برضو فانوس تاني باريزة، فانوس في الزاوية ديت، هنا برضو باريزة. الجديد بقى اللي احنا هنعمله ان شاء الله ان احنا هنحط سبوتات في الارضية عاملين حسابها. ده الخرطوم اهو، لان هنا هيكون فيه زي شجرة صغيرة والاضاءة بتاعتها. الخرطوم التاني دي الاضاءة. دي العلبة اللي هيكون فيها تجميعة المفاتيح بتاعة الأباليك. هنا هيكون في أبليك ناحية الشباك. ده الشكل قبل الفينش، وإن شاء الله هنشوف النتيجة بعد الفينش هيكون شكلها إيه. ورجعنا تاني لاستكمال سور الجنينة. هنشوف السور قبل التشطيب وبعد التشطيب هيكون شكله عامل ازاي، وهنشوف ايه المكونات اللي موجودة وحطيناها في الجنينة. يلا بينا. زي ما احنا شايفين دلوقتي دي الجنينة الأولانية. احنا الحمد لله خلصنا السور بالكامل والشكل بتاعه وركبنا الفوانيس اهو. ده السور التاني من الجنينة او الشقة التانية المقابلة ليها. زي ما قلنا قبل سابق ان ده هيكون مدخل البوابة. عندي هنا فانوس، هنحط هنا سبوتات عاكس فوق، هنا يبقى في فانوس تاني. لو تلاحظوا حاجة ان انا هنا اهوت عامل الخرطوم بتاعي للاخر بطول زيادة على اساس ان هو ما يكونش قصير ويحصل اي مشكلة للحديد. اهو ده حوض الزرع. احنا هنحط هنا سبوتات
راس حربة وهتبقى غطسة، بحيث ان احنا لما نحط هنا الزرع بتاعنا يكون ضارب في النجيلة من تحت ويدي شكل جمالي. ادي المفاتيح بتاعتي. لو تفتكروا كان في علبة واحدة، احنا ضفنا علبة تانية لان احنا ضفنا هنا باريزة ومفتاح للأباليج اللي هما هيكونوا في الأرضية. زي ما انتوا شايفين اهو، احنا عاملين سبوتات غاطس. زي ما انتوا شايفين المفتاح اللي ضفناه ان احنا حاطين هنا سبوتات غاطس. يلا بينا نشوف السور بعد التشطيب هيكون عامل ازاي، وهيكون الشكل الجمالي بتاعه شكله ازاي. زي ما احنا شايفين دلوقتي ادي شكل الفانوس اهو. في هنا كريستالة ازاز، بس احنا حاطين البلاستيك حفاظا ضد الكسر. ادي روزتة التجميع، دخول الكهرباء. هنشوف طريقة التركيب والفينش ان شاء الله. يلا بينا. اول حاجة انا عملتها زي ما انتم شايفين دلوقتي، انا خدت الفوانيس بتاعتي وركبت اللمبات، وهروح دلوقتي هنطلق على اساس ان انا هقطع الزيادة في المواسير واظبط الدنيا ونشوف الشكل. زي ما احنا شايفين دلوقتي ده الشكل بتاعي. عندي زيادة في الخرطوم، اقطع الزيادة ديت، ويفضل ان انا اسيب حوالي 2 سنتي من المواسير امان للسور بتاعي من اي سلك يكون غير معزول. واهم حاجة في الفوانيس دي لازم يكون العزل بتاعك جيد جدا، يعني تدي شريط لحام على قد ما تقدر بالشكل ده. الحمد لله كده تم الانتهاء من تركيب الفوانيس على السور بالمنظر الجميل ده. ده السبوتات، هنا واحد، اهو. نقول كده مدخل البوابة. احنا ركبنا هنا في الأرضية سبوتات غاطس،
احنا خلصنا تركيب السبوتات الحربة اهو. احنا حاطينها مؤقتا عقبال ما يجيبوا النجيلة. حبيت اوريكم الشكل. وبكده نكون نهينا حلقتنا. ولو اول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات اخوكم محمود المصري.